هل انا ابن بار؟ هل انا زوج كويس؟ هل انا اب كويس؟ ده انا يعني ببقى عايز اسلم على كل واحد واخده بالحضن. والله الفيديوهات الاولانيه بتاعت الفوتوشوب ظاهر فيها صوت الديك، العصافير. مؤخرا الناس بقت بتحب الحاجات الناتشورال اكتر. انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن ابقى حاجه غير المهندس. لو يوتيوب قفل والله افتح محل. المحتوى بتاعنا شيء اساسي فيه هو التطور والنمو والتغير والنضج مع الوقت. انت عندك شيله تقيله تشيلها لوحدك ليه وتمزق ظهرك؟ اتمنى اكون عشر اللي انت قلته ده والله. ضيفنا النهارده واحد من صناع المحتوى اللي قدروا يغيروا الكلام البسيط او الافكار البسيطه لافكار على ارض الواقع وحاجات ودروس احنا بنتعلم منها، وممكن الدروس بتاعته دي فادت البشريه كلها بالعلم اللي هو بيقوله والهدوء في صوته المريح اللي الناس كتير اللي بقت تنام على صوته كمان. معانا احمد ابو زيد مؤسس قناه دروس. اتمنى اكون عشر اللي انت قلته ده والله. يا حبيبي انت مقامك كبير الله يخليك يا ابني. عامل ايه؟ الحمد لله. مين هو احمد ابو زيد؟ سؤال صعب قوي رغم بساطته، بس اتعلمت امبارح حاجه مهمه من كريم اسماعيل. كان بيقول ان الانسان لما بيعرف نفسه الموضوع فلسفي شويه، حب يكبر المواضيع، بس عجبني اللي هو بتقول الحاجات المهمه قوي قوي بالنسبه لك واولوياتها عندك. فانا ابن وزوج واب وصانع محتوى وابن القريه. اوكي. اول فكره محتوى جت ازاي وليه حبيت تشارك المحتوى بتاعك مع الناس؟ حلو. الموضوع ما كانش متخطط له خالص. الموضوع جه وليد الصدفه ان انا لما جيت اتعلم فوتوشوب ما كانش فيه محتوى بالعربي، فروحت للاجانب. كانت منصه ليندا اللي هي دلوقتي لينكد ان ليرنينج. ففكرت ان انا اترجم الكورسات وارفعها على يوتيوب. ما كنتش عندي فكره ايه موضوع الكوبي رايتس والكلام ده خالص. صح. كنا يعني مفيش. فلقيت ان الموضوع صعب جدا 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 يعني. لحد ما جه في بالي طيب ليه ما اتعلمش الحاجات دي وابدا انا اعملها بالعربي بنفس الامثله بنفس كل حاجه. ومن هنا بدا كورس الفوتوشوب، واللي كان شراره البدء ان احنا نكمل لحد دلوقتي. كده بقالك كام سنه بتعمل محتوى؟ 13 تقريبا. 13 سنه. وبدات من القريه من البيت بمعدات بسيطه بكل حاجه. الفيديوهات الاولانيه بتاعت الفوتوشوب والله والاخرانيه حتى يعني زي فيها صوت الديك، صوت والله العصافير. بس هو ده الحلو على فكره في المحتوى، يعني هي البساطه دي. ناس كتير بتروح اللي انا هجيب كاميرا مش عارف ايه وهعزل الصوت مش عارف ايه. مؤخرا الناس بقت بتحب الحاجات الناتشورال اكتر. صح. يعني الحاجات اللي هي الاوفر انجينير دي ما الناس بتحس ان هي ديسكونكتد معاها. امتى حسيت ان المحتوى بتاعك ابتدى ياثر في الناس؟ والله في رساله جت لي في الاول خالص في الفيس بتاع دروس اللغه الانجليزيه. قال لي رساله يعني عارف اللي جسمك اشعر كده وقعدت شويه مش مستوعب ايه اللي بيتقال. قال لي انا بقالي 20 سنه عطلان على ترقيات علشان بسقط كل مره ودرجتي في الانجليزي ما بتسقفنيش. بعد اللي اتفرجته في الدروس والحلقات بتاعتك دخلت الامتحان وعديت وخدت الترقيه اللي متعطله. ما شاء الله. انا فالحمد لله يعني الحمد لله ان كنت متخيل في يوم من الايام اللي انت هتبقى في المكانه دي خالص والله يعني واصلا انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن ابقى حاجه غير ان انا مهندس. يعني شغلانتي حتى القرار لحد دلوقتي يبدو ان هو مش مصدق ان الواحد سبت الهندسه من فتره طويله صح؟ سبت الهندسه من 2016 2017. ما حسيت من 9 ل 6 دي مش جايه معاك؟ بص الموضوع وصل معايا لدرجه ان احيانا الناس بتقول لي لو يوتيوب قفل هترجع تشتغل؟ قلت والله افتح محل مش راجع اشتغل الهندسه مش جايه معاك. موضوع صعب بصراحه يعني التعامل مع الناس في المجال ده خاصه الهندسه المدنيه يعني الله يكون في عونكم يا باشمهندسين والله. ايه اكتر حاجه اتغيرت فيك من ساعه ما نقدر نقول بقيت مشهور او بقيت معروف؟ اتعلمت ابقى مبادر اكتر في التعرف على الناس. انا انطوائي جدا جدا. اوكي. يعني ده مش طبيعتي يعني دي مهاره مكتسبه. ان انا قادر اتكلم وقادر اهزر وقادر اكون انا طبيعتي لا ما بحبش الزحمه، ما بحبش اقعد مع ناس كتير خاصه لو انا ما اعرفهمش. يعني الناس اللي بعرفهم وحبايبي بيشحنوني طاقه. اي حد خلاف ده بيدرين بيستهلكني ويستنفذني. بروح اقعد مثلا 3 ايام
قاعد كده لا عارف لا عايز اتكلم ولا عايز اعمل اي حاجه ولا عايز اشتغل. ف اظن المهاره اللي كان حتمي ان انا اكتسبها هي فكره انك تكوميونيكيت وتتواصل مع الناس وتبقى شخص اجتماعي اكتر، لان بصوره او باخرى اصبح جزء اساسي من شغلك عامه يعني. بالظبط. بتحس ان المحتوى الهادي والبسيط هو اللي بقى يوصل للناس اسرع دلوقتي؟ يس. حصل موجه ان الناس كلها عايزه الحاجات الترند، الحاجات السريعه اللي فيها القطس والوشز والحاجات الجميله دي، بس الناس تعبت وانهكت. ولا انا تعبت. يعني الناس دلوقتي بقت بتقدر الحاجات الاندر اديتد اللي هي مش اوفر اديتد، حاجات اللي هي ناتشورال، حاجات اللي فيها هداوه. اللي يعني انا دلوقتي ما عنديش بحط وشز، ما بحطش ساوند افكتس، الترانزيشنز بتاعتي اهدى ما يمكن. انا مش عايز اخضك ولا عايز اخطف انتباهك، انا عايزك بس تكون ايه مستريح معلومه وتنبسط بيها. يس. ناوي يتغير في يوم من الايام المحتوى بتاعك لحاجه تانية؟ اكيد اكيد. يعني المحتوى بتاعنا شيء اساسي فيه هو التطور والنمو والتغير والنضج مع الوقت. يعني اللي بدأ بفوتوشوب لإنجليزي لمذاكرة لبرودكتيفيتي لسيلف ديفلوبمنت، هي حاجات أنا كنت بمر بيها في وقتها، وبعدين بدأت أشاركها. ولما مريت بمحن معينة طلعت شاركت مع الناس الحاجات اللي اتعلمتها المحن. مش عارف انت حابب تتكلم عن الحاجات اللي عدت عليك؟ انت عديت على وقت صعب قوي. يا في نص الكوكب كان بيدعي لك ونص الكوكب كان شايف اللي هو يستاهل. والله حد شاف يعني فاهم. اكيد كان في الكومنتات من الناحيه دي من الناحيه اللي حصل ده اثر عليك ازاي وخرجت منه ازاي؟ هو الحمد لله ان الواحد لم يكسر، وان الواحد تعافى جزئيا من الموضوع، وان ربنا بيلهم الواحد برضو الصبر. يعني بتختبر المعاني اللي انت مؤمن بيها ايمان نظري بس بشكل عملي. تمام. انت طبعا الصبر حلو، يعني اقول لي لا، اقول لك الله يا ربنا يجعلنا مع الصابرين. بس فكره انك تختبر بقى موضوع الصبر، الابتلاءات تعلو بها الدرجات. تعالى بقى مر بابتلاء، فهي خلى الواحد انضج بشكل اكبر بكتير بصراحه. وهو شيء عجيب شويه، خلاني ماتش مور كونفيدنت. اوكي بجد بقيت واثق في نفسك اكتر. ما اصل احنا مرينا بمحن يعني هي كبيره. يعني ايه الاسوأ، ربنا يعافينا. يعني نقدر نقول الشهره خلتك اقرب للناس ولا بعدتك عن الناس؟ لا والله، يعني انا اظن ان الشهره خلتني اقرب بشكل كبير. وانا زي ما قلت لك انا في الغالب قاعد في عزله. كان الوقت الوحيد اللي بقابل فيه ناس هو في الايفنتس مثلا، في الجامعات، في الحاجات اللي زي دي. كان الواحد بيتم غمره بكميه من اللطف. ويا لهوي، ده انا يعني ببقى عايز اسلم على كل واحد واخده بالحضن والله. فانا اظن لا الحمد لله يعني بقينا. ممكن نقول احمد ابو زيد بيتعب كتير من التفكير نفسيا ولا سايبها على الله؟ حلو، ده حلو قوي. لا ما انا ما بلحقش او ما بسيبش نفسي اوصل لمرحله التعب. بجرنال يا باشا. عندنا جرنال حلوه كده. خدت واحده انت مستني والله ما خدتش. انا مستني بس ماشي. دسته مخصوصه. فانا بجرنال يعني انا دايما اتعلمت ممكن برضو من المحنه دي، من الحاجات اللي ربنا الهمني اياها. يعني فكره التدوين، بتنظم افكارك، بتنفس عن الضغط اللي عليك. عامل زي ايه السيفتي فالف اللي موجود في حلل الضغط والحاجات اللي زي دي. ضغط الزياده لازم هتطلعه منين؟ يعني طول ما هو جوه دماغك عمال زي الحله المقفوله اللي الضغط عمال يزيد فيها بسبب البخار، وهتطرشق. صح. والناس بتحترق نفسيا بسبب ان مفيش منفذ، مفيش متنفس. في ناس تلجأ للرياضه، في ناس تلجأ لحاجات كتيره، بس انا شايف ان التدوين بصراحه يعني من افضل الحاجات. وبعديه الرياضه، بس الرياضه وقتها ما كانتش متاحه يعني، فالتدوين كده وكده. المحتوى بتاعك بتبقى مخطط له على طول ولا معظم الوقت بيبقى عفوي؟ حلو. انا بحاول قدر الامكان اقفش الافكار. اوكي. عندي بنك، عندي نوشن بيج كده فيها كل الافكار، وفي افكار من سنين عماله تختمر وعماله تكبر وعماله تتطور، وعمال ينضاف ليها سكرين شوتس، وعمال ينضاف ليها افكار وثوتس وخواطر وكل حاجه. فالكونتنت عندي ما بيبقاش فيه ازمه في موضوع الافكار ده، لان طول الوقت فيه افكار. بس الفكره او اللي بيفرق قوي انك تعرف تقفش الفكره، احبسها عندك في ديجيتال او في فيزيكال نوت وكمل عليه. لو رجع بيك الزمن تغير حاجه؟ السؤال ده سالته كتير قوي. لا
لا يعني يعني كان دماغي ايه انكشني كده. يعني كنت جيت 1 بليون السنه اللي فاتت بدري شويه عشان بس بصراحه ما حدش عارف الخير فين. يعني لما ابص للجائزه منفصل عن السياق بتاعها مثلا مبلغ كبير ضخم طبعًا جدا طبعا. بس لما تبص لي هو جاي ازاي، يعني ده انت لو رايح جاي شاري حاجه لبيتكم بتحطها في حاجه سودا علشان الناس اللي في شارعكم ما يشوفوهاش. الكوكب كله شافها. انا لسه باصص لك فيها يعني. لا يا عم لا، ربنا يعافينا والحمد لله. يعني حاسس الموضوع كان فيه حسد او الناس بصلك فيها؟ انا يعني statistically احصائيا حتما ولا بد حتما ولا بد هيكون في حاجه زي كده. اوكي بلا شك يعني. ايه السؤال اللي بتساله لنفسك قبل ما تنام كل يوم؟ يا ابني الايه حلو قوي. واو. اوكي. لا والله ده هي جيت على الجرح انا شويه. لا سؤال كل اللي فات ده على السريع بس ده هو بيبقى يعني تشيك سريع كده. هل انا ابن بر؟ هل انا زوج كويس؟ هل انا اب كويس؟ بحس ان دي مناطق المسؤوليات بتاع الشخص. صح. فيمكن دي اكتر الحاجات اللي دايما هل انا يعني بر بشكل كافي؟ واخد بالك؟ هل انا يعني متحمل المسؤوليات ديت وموفيها بصورة او باخرى؟ اظن دي الحاجات اللي دايما لا بتيجي في بالك ما يعديش يوم بتعاتب نفسك على طول. ودايما بحس بالتقصير للاسف، يعني مش عارف ليه للاسف. شايف طيب التأثير بتاع المحتوى بيجي عن طريق الانتشار ولا بس فكرة اللي انا برمي محتوى كتير وخلاص؟ اوكي. هي في نوعية المحتوى بتاعنا الانتشار بيجي على مدة زمنية طويلة، ما بيجيش وقتي او لحظة. فاحنا بنركز على الاستمرار في النشر بغض النظر. في حاجات على فكرة بتاخد سبايك بعد مدة. صح. يعني اللي هو السليبر جرو كده زي الناس بتوع الجيم اللي هو ايه ما بيبانش عليه بس يجي في لحظة كده تلاقي ايه اللي حصل. فتلاقي سبحان الله يعني. فانا اظن التركيز على الصناعة اهم من التركيز على الانتشار. دي لان دي اللي في ايدك، الانتشار مش في ايدك. الفلوس ولا الفولورز؟ طيب الفولورز. ليه؟ علشان الفولورز تقدر من بعدهم تجيب فلوس. فاكر اول كامبين جات لك او اول اعلان جالك؟ طبعا وهل كان ايه وقتها؟ مش طبيعي. لان انا اصلا تواصلت مع الشركه كانت كامبلي بالمناسبه يعني. اوكي. وكانت يعني حاجه صادمه بالنسبه لي يعني بجد. حسيت ان انت الانتاج اللي حصل ده والشغل ده جه في فايده في الاخر. ما كنتش مصدق. ان حاجه زي دي موجوده وقتها برضو يا هاني. الحاجات دي ما كانتش منتشره. صح. يعني ان انت الشركات بتتعاقد معاك علشان تعمل اعلان وبتاع وده في ايه. لا والله وقتها احنا خد بالك كنا ايه اسمنا ايه بنعمل فيديوهات على النت. ايوه. لا كونتنت كريتورز ولا يوتيوبرز ولا اي حاجه ولا يوتيوبر ولا اي حاجه. صح. فسبحان يعني كان عندي ازمه اصلا اقول للحمايه انا شغال ايه لما رحت اتقدم. ايوه صح. فكان طبعا انا مهندس بس يعني بعمل انا لازم ارمي الايه الفرشه دي. لا والله انا مهندس. فده حلو بس سبت الهندسه لا ده وحش قوي الكلام اللي انت بتقوله. محدش بيسيب الهندسه. ايوه صح. معروف. صح. في كلمه تقدر توصف بيها المرحله اللي انت فيها دلوقتي؟ لطف من ربنا الحمد لله. مرحله اللطف بجد. الحمد لله. بتحب تسمع لمين من شيوخنا الكبار؟ شيخ المنشاوي. شيخ المنشاوي يعني مش طبيعي يعني. لحظات التجلي. لا الشيخ المنشاوي يعني انا ما فيش حد يعني السكند بعيد. يعني اللي ياتي تاني طبعا كل واحد ليه اكيد صح ليه ذوقه يعني وليه ميوله. بس الشيخ المنشاوي يعني ما يعني كانه بص مش بيقرأ القرآن بلسانه يعني. ربنا يرحمه يعني ويجعله من أهل الجنة. عايز منك نصيحة للمتابعين بتوعنا ازاي يقدروا نفسيا لو عدى عليهم أزمة أو حاجة يطلعوا منها، ونصيحة لصناع المحتوى بشكل عام. والله هي هتمشي في الاثنين.
اول حاجه انت مش لوحدك، ففكره انك تواجه الالام والصعوبات والتحديات اللي انت بتمر بيها ديت لوحدك، ده مش صح. ده قله ذكاء. يعني انت عندك شيله تقيله، تشيلها لوحدك ليه وتمزق ظهرك؟ ما انت معاك اصحاب، هم الاصحاب لايه والاخوات لايه؟ صح كده، واخد بالك؟ فاسك فور هيلب، اطلب مساعده. حاول قدر الامكان ما تخليش الافكار في دماغك وقت طويل، نزلها على الورق او على ديجيتال فورم في نوت. كده هتقدر تشوف الافكار اكتر، الافكار والمشاعر والاهداف والخطط وكل حاجه. حاول تطلعها من الزون بتاع العالم اللامرئي ده للعالم المرئي والمحسوس، هتفرق معاك جدا. ودايما دايما حاوط نفسك بسبورت سيركل، حاوط نفسك بناس كويسه، حاوط نفسك بناس تقدر تبعت لهم كده تعالوا في جروب كول، انا متضايق وعايز اصيح شويه وعايز حد يسمعني. انت بتعمل كده؟ عملت كده. أوكي. عملت كده والنتائج مذهله. يعني أوكي. بقول لنفسي ليه ما عملش كده من زمان؟ يعني احيانا الانسان بيبالغ في تقدير قدرته على مواجهه الصعوبات، واظن الرجال عامه ما بيحبش يشتكي، ما بيحبش يبان ضعيف، ما بيحبش يقول لحد انا عندي صعبه، بتبقى كسره في الرجل. ولكن يا اخي يعني انت قليل بنفسك كثير باخوانك، فاخواتك دول يشيلوا معاك شويه. صح. يعني هما عارف انت الميم بتاع عربيه الرمل؟ ايوه ايوه خليهم يشيلوا معاك برضه. شرفتني ونورتني حبيبي في حبيبي بجد، كان لقاء جميل معاك. انا سعدت جدا بهذا اللقاء. مبسوط جدا. تسلم حبيبي، تسلم. شكرا.